البنك الأهلي يشترط الحصول على 50 مليون جنيه على الأقل لبيع عمرو الجزار أو محمود الجزار للأهلي أو بيراميدز في انتقالات يناير المقبل، ويشترط الحصول على 100 مليون جنيه لبيع أسامة فيصل مهاجم الفريق لبيراميدز، وذلك بعدما بدأ بيراميدز في التواصل معهم مؤخرا بشأن اللاعب الأخير أسامة فيصل. الأهلي سيقوم بتعديل عقد مصطفى شوبير ومروان عطية وعدم الموافقة على أي عروض للثنائي في يناير المقبل. تقارير صحفية تؤكد أن الأهلي قد لا يكتفي بضم ظهير أيسر واحد فقط في يناير المقبل حال فشل محمد شكري في إثبات نفسه ليستروب بأحقيته في الاستمرار من خلال مباريات كأس الرابطة، ووجدي نبهان الظهير الأيسر لمنتخب فلسطين، وتوفيق محمد ظهير بتروجيت، وفؤاد الزهواني الظهير المغربي الشاب يترقبون الموقف ليتواجد أحدهم مع يوسف بالعمر الظهير المغربي الذي يعد الاختيار الأول ليستروب في مباراة قوية قبل كأس الأمم الأفريقية. يواجه منتخب مصر منتخب نيجيريا في المباراة الوحيدة للمنتخب الوطني اليوم الثلاثاء في الساعة 8 مساء على أون سبورت. فلامينجو البرازيلي يفوز بسهولة على بيراميدز بنتيجة 2-0 ويتوج بكأس التحدي في كأس الانتركونتيننتال. الثنائي بابلو صباغ لاعب سوني الكوري وعلي علوان مهاجم القرمة العراقي ضمن القائمة المرشحة لضم واحد منهم للنادي الأهلي. الأهلي متخوف من ضم الصباغ بسبب حياته الشخصية التي لا تناسب النادي الأهلي واتجاهه للغناء بجانب كرة القدم، لكنه بدأ إجراء استخراج جواز سفر فلسطيني للاعب وبالتالي سيقيد كلاعب مصري حال تم ضمه. حالة غضب كبيرة جدا في الأهلي من أشرف داري بسبب رفض اللاعب المغربي الخروج للإعارة لأي نادي وإصراره على عمل مشكلة وطلب كامل مستحقاته للرحيل بشكل ودي وهي تبلغ 2.5 مليون دولار، وذلك في ظل رغبة النادي في خروج اللاعب لإنهاء صفقة يوسف بالعمر اللاعب المغربي. أشرف داري ومصطفى العش وأحمد عبد القادر وعمر كمال عبد الواحد الراحلين في يناير عن النادي الأهلي بقرار من يستروب المدير الفني، ويطالب الإدارة بالصبر على محمد شكري وعدم رحيل اللاعب في يناير المقبل والصبر لنهاية الموسم. المباراة القادمة للنادي الأهلي ستكون أمام سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة القادمة الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة في كأس عاصمة مصر. حامد حمدان رفض عرض الشباب السعودي لأنه بصيغة الإعارة وليس الشراء النهائي. تم الاتفاق مع حسين الشحات على التجديد لمدة موسم مع إمكانية التمديد لموسم آخر بالتراضي. الأهلي عرض على أليو ديانج التجديد مقابل 1.5 مليون دولار سنويا، واللاعب يرفض التجديد ويطلب 2 مليون دولار صافي، واللاعب ووكيله لم يتخذوا قرار حتى الآن، واللاعب سافر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده. تريزيجيه يغيب عن المنتخب أمام نيجيريا في المباراة الودية المقبلة التي ستقام اليوم بسبب معاناة اللاعب من آلام شديدة في الأسنان وغيابه من المران الأخير للمنتخب. وإبراهيم عادل يغيب عن المباراة أيضا بسبب معاناته من التواء في الأنكل، والمنتخب يؤكد أن الثنائي سيتواجد في أول مباريات كأس الأمم الأفريقية بشكل طبيعي. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.